ما وراء الطبيعة. تفتكر ايه الحاجة اللي مستخبية عننا؟ أعزائي المشاهدين أهلا بيك. خليني بس أسألك سؤال واحد مفيش غيره، إيه اللي ممكن يكون ورا الطبيعة؟ في البداية بس خليني أقول لك على حاجة، إن العلماء مسكوا كده الظواهر الخارجة عن الطبيعة وحطوها في شنطة اسمها علم الخوارق. الخوارق باختصار هي أحداث غريبة بتحصل خارجة عن التفسير، والعقل البشري مش لاقي لها أي منطق يبتدي إن هو يشرح أسبابها من خلاله. وكلمة ظواهر خارقة أو بالإنجليش بارانورمال بتتقسم لمعنيين، فوق والحياة الطبيعية، مع إن العلم ده يعتبر حديث النشأة، مش مثلا زي الفيزياء والكيمياء، لكنه شاغل بال ناس كتير قوي من قديم الازل، بس مش شاغلهم كعلم يعني يدرسوا فيه، لكن ظواهره هي اللي كانت وما زالت الناس بتحكي وبتتكلم فيه. حاجات زي الاشباح او الحياة بره كوكب الارض، حاجات مثلا زي الحياة بعد الموت بتكون عاملة ازاي، او دراسة الحيوانات الخفية. وكالعادة العلوم عاملة شبه العيل الصغير اللي بتحب ان هي تتدخل في اللي ليها فيه واللي ملهاش فيه عشان تلاقي تفسير للاحداث اللي احنا مش لاقيين لها تفسير. في شويه ظواهر غريبه حصلت العلم قدر ان هو يلاقي لها تفسير، وزمان كانت الاحداث دي كانت الناس بتقول عليها حاجه خارقه، بس انا زي ما قلت لك ان العقل البشري يقدر ان هو يحلل ويستنتج. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، الجاسوم او شلل النوم، وهي حاله بتحصل للانسان في مرحله الحلم. والانسان عشان اصلا يحلم محتاج ان هو يدخل في مرحله اسمها نوم حركه العين السريعه، وممكن ترجع لحلقه بنحلم ليه عشان تعرف اكتر عن الموضوع ده. واللي بيحصل في المرحله دي ان الانسان بيحلم وبيكون تقريبا جسمه مشلول عشان ما يأذيش نفسه وقت النوم. فالجاسوم عباره ان الجسم بيصحى مره واحده من المرحله دي، فطبيعي ان الجسم لما هيخرج عن الطبيعي هيبتدي يشوف هلاوس ويحس كأن في حاجه كاتمه على نفسه ومش قادر ان هو يتحرك، وممكن يخاف ينام تاني اصلا. يعني بالبلدي كده، ولا في عفاريت كاتمه على نفسك، ولا في شبح هيخنقك، ولا في الكلام ده كله. ماشي يا شكرا، اتفضل. حالة تانية غير الجاثوم اسمها باريدوليا، والحالة دي بتحصل لناس كتير، زي مثلا ان جدتك تتوفى من فترة قريبة وبعدها مثلا تكون بتتمشى في سوبر ماركت، فتلاقي ماركة اكل او شرب او ايا كان شايلة نفس اسم جدتك، فتقول لنفسك الحق جدتي بعتلي رسالة. تبدأ بقى اللي انت تخاف وتشوف هلاوس وما تعرفش تنام. عموما الموضوع مش اكتر من صدفة، والعقل البشري شاطر جدا ان هو يربط حاجات ملهاش علاقة ببعض اهو غلاسة كده. بس صديقي المشاهد لازم تكون عارف ان الانسان دايما بيميل ان هو يصدق الخرافات، بيحب يكذب الكذبة ويصدقها. حياة النبي محمد دي اللي يجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. على مدار تاريخ البشرية الإنسان اتأثر جدا بالخوارق وطلع إشاعات وأساطير عاش سنين وسنين فيها، زي مثلا البيك فوت، وهو كائن مجهول وأسطوري شبه القرد شوية، مشهر وعنده عضلات وبيمشي على رجلين الاتنين زي البني آدم بالظبط، وطويل ممكن يوصل ل3 متر، وكانت ولا زالت أسطورته موجودة في فولكلور أمريكا الشمالية. كائن تاني زي التنين، وهو كائن أسطوري شبه الزواحف ومنتشر جدا في أغلب الحضارات القديمة، وبيقال إن هو بيطلع نار من بقه. واشهر التنانين التنين الاوروبي والتنين الصيني، واسطوره التنين اثرت بشكل كبير جدا في البشر، اتعمل عليها قصص وروايات وحكايات وحواديت، وعلى فكره لحد اللحظه في ناس لسه مؤمنه بوجوده. ثالث اسطوره اسمها المستأذب، وهي شخصيه خياليه بتقول ان في راجل بيتحول لديب وقت اكتمال القمر، ولما الشمس بتشرق بيرجع انسان طبيعي تاني. واتعمل على المستأذب دي افلام كتيره جدا. وعموما التاريخ مليان قصص اساطير وحكايات عايزه لها فوق 2000 حلقه. بس عارف، على قد ما الخوارق تبان ان هي خرافات وكلام مش حقيقي، بس هي برضو تسببت في حاجات مفيده للبشر. واكبر مثال على ده فضول الانسان عشان يعرف فيه كائنات فضائيه ولا لا. حاجه زي كده دفعت الانسان ان هو يطور من نفسه بشكل كبير، ويبدا يدرس الكواكب التانيه ويدور ويفتش ويدرس النجوم والمذنبات والكويكبات. ولحد وقتنا هذا علوم الفضاء اكبر هم ليها ان هي توصل لاي كائن حي بره كوكب الارض، حتى لو كان بكتيريا او كائن وحيد الخليه. وبرضه علم الخوارق دفع علماء زي عالم النفس فرويد ان هو يهتم بدراسه علم التخاطر. وكان فرويد بيعتقد ان التخاطر بيساعد ان هو يدخلك في مرحله النوم بشكل افضل، وان هو يقدر يتواصل مع بنته من مسافات بعيده عن طريق التخاطر. وعموما اجمل حاجه في العلوم ان هي بتحاول دايما توصل لتفسير منطقي للحاجات اللي بتحصل حوالينا. الخوارق حاجه ممكن تكون خطرت على بالي او على بالك. كام مره فكرت ان ممكن يبقى فيه اشباح زي كاسبر، او مين عايش على كوكب بلوتو وعايش ازاي؟ هل اقدر اكون سوبرمان واطير واطلع ليزر من
عيني حلو جدا ان انت تتخيل وتسرح بخيالك لبعيد قوي. ما تنساش ان اعظم العلماء نجحوا بسبب تخيلهم اصلا. لولا التخيل ما كانش هيبقى معاك تليفون اصلا ان انت تتكلم منه، ما كانش هيبقى عندك طياره تنقلك من بلد لبلد في وقت قصير. بس قبل ما تتخيل حط اسس لتفكيرك، اقرا كتير ولم معلومات عن اي حاجه انت عايز تعرفها، لان محدش هيدي لك المعلومه ملفوفه في لفه جاتوهات. اقرا، القرايه حلوه وهتغير من حياتك كتير. وبالمره انزل بص على المصادر، هتلاقي معلومات هتفيدك ان شاء الله. معلش بقى لو كنت طولت عليك، لو عجبتك الحلقه اشترك في القناه وشوف الفيديوهات القديمه واستنى الجديد. اشوفك في الحلقه الجايه. شكرا.